الأيام الصعبة بتحسس الواحد فينا بحلاوة الأيام الحلوة، بتعرفه قيمتها. وأنا واحد من الناس أيامي كلها صعبة، طول عمري وأنا حاسس إني إنسان تايه وضايع، واللحظة دي من أصعب لحظات حياتي، وخصوصا إني قربت خلاص على الامتحانات في كليتي، ولكني كنت قاعد خايف بترعش وانا سامع صوت عم عبده جوز ماما بيزعق لها. من اصعب اللحظات اللي بتمر عليا لما جوز امي بيزعق لامي وبيهدر كرامتها قدام عينيا. لما اسمع امي بتتحايل عليه وتقول له وطي صوتك الواد يسمع، لكن عم عبده جوز امي عمره ما وطى صوته، وعمره ما راعى مشاعري، وعمره ما حس بيا. وفي كل مرة كان عم عبده يزعق فيها لأمي ألاقي أمي طلعالي تطيب بخاطري وتطبطب عليا وتقولي ما تزعلش نفسك يا جمال، ملكش دعوة باللي بيتقال واللي بيحصل. وبعد شوية ألاقي أمي بتلبس طقم جديد، طقم عريان، وبتدخل على عم عبده عشان تراضيه. مش هين عليا أبدا وانا في السن ده واشوف بعناية امي لابسة قميص نوم وداخلة الراجل غريب غير ابويا، داخلة عشان تراضيه وتاخد بخاطره. كنت بحس بالانهيار مالي كياني، وابص في الارض واجري ادخل اوضتي عشان ما اسمعش صوت الراجل الغريب وهي امي في حضنه. وكنت اقضي الليلة حزين وبتمنى من كل قلبي انه يجي يوم والعذاب ده كله ينتهي، لحد ما جه والنهارده زعق عم عبده جوز امي، وعلى غير العاده فشلت امي انها تراضيه او تسكته. حتى لما لبست له امي قميص النوم الاحمر العريان كان غضبان قوي وزعلان. وقعدت بره وانا بسمع زعيق جوز امي وهو بيقول لها بكل قسوه: هما كلمتين ملهمش تالت، انا مش هتحمل ابنك ومصاريفه اكتر من كده، ما يروح يقعد عند ابوه، هو اولى بيه وبمصاريفه، ولا انا هربي عيال الناس. وسمعت امي بتتوسل لعم عبده وبتترجاه، لكنه كان مصر على كلامه اللي كله قسوة. وحسيت ان كلام عم عبده زي السكاكين وهي بتقطع في مصاريني، وهو بيقول: هي كلمة واحدة، الواد ده مش هيبات في البيت هنا تاني. وسمعت امي بتعيط وبتقول لعم عبده: يعني ايه الكلام ده؟ هو هيروح فين بس؟ الدنيا ليل يا عبده. وصرخ عم عبده بعلو حسه. اتنفضت في مكاني واترعشت، وعم عبده بيقول: يروح ولا يجي ولا يغور في داهية، انا ما يخصنيش، انا اللي يخصني هو اني ما لقاهوش في بيتي تاني. وقالت امي من بين دموعها: بس يا عبده. وصرخ عم عبده وقال بعلو حسه: ما بسش، الكلام انتهى على قد كده. وبعد شوية لقيت أمي جاية عليا، كانت بتعيط وبتتشحتف، لمت هدومي في شنطة وقربت مني، طبطبت عليا وقالت لي بكل حزن: خد بعضك يا جمال وروح لابوك، روح لابوك لحد ما يهدى عمك عبده وانا هبعتلك. وهزيت دماغي، قمت وانا زي ما اكون مخبوط على دماغي، مش عارف اعمل ايه، مش عارف هروح فين واجي منين. ومسكت شنطة هدومي وهربت بعناية من عينين امي اللي مليانة دموع، ونزلت على السلالم ومشيت، لا كنت عارف نفسي رايح فين ولا جاي منين. مشيت من عند امي، مشيت في الشوارع في عز المطرة، والمطرة نازلة ترخ على دماغي. فضلت ماشي لحد محطة القطر، ركبت القطر ونزلت في الحضرة. فضلت ماشي على رجليا لحد ما وصلت للبيت القديم، البيت اللي اتولدت فيه وتربيت فيه قبل ما ابويا يطلق امي. البيت ده عايش فيه ابويا مع مراته الجديدة اللي اسمها صفية. وقفت قدام الباب، خبطت بايديا، الدنيا كانت برد والساعة عدت نص الليل. سمعت صوت واحدة ست جاية من جوه بتقول: مين اللي بيخبط؟ هزيت دماغي، اترعشت من البرد وقلت بصوت واطي: انا. واتفتح الباب،
مش عارف ليه كنت خايف. وقفت متجمد لما لقيت قدامي صفية مرات أبويا، لابسة قميص عريان شفاف في عز البرد، ومعظم لحم كتافها عريان، وصدرها طالع قدام عينيا من فتحة القميص. برقت صفية، بصت لي نظرة طويلة كلها استغراب وقالت لي وهي بتتفحصني بعينيها: انت مين يا الدلعادي؟ اتنهدت وانا ببص في الارض وبهرب من منظر لحمها العريان بعينيا، وقلت لها: انا جمال. اتمصمصت، اتميلت قدامي بجسمها الطري اللي بيترجرج من كل ناحية، ونجدني صوت ابويا لما سمعته بيقول بصوت عالي من جوه: مين يا صفية؟ وظهر ابويا، ظهر ورا صفية، ووسعت عينيه لما شافني، اتنفض مكانه وقال: جمال، اهلا يا جمال. ومد ايده اخدني تحت باطه، حط ايده حواليا ودخلني جوه، ومراته صفية عمالة تبصلنا بذهول. ودخلني ابويا، طبطب عليا وقعدني قصاده، بص لمراته وقال لها: اعملي حاجة سخنة لجمال يا صفية. ونفخت صفية، مشيت بكل غضب، اتميلت قدامي، وضحت قدام عينيا هدومها الداخلية من تحت هدومها الشفافة. سألت نفسي ازاي مستحملة السقعة دي كلها وهي لابسة الهدوم الخفيفة دي. وفضلت ساكت، وابويا قاعد بيدحرج عينيه عليا، بيبصلي وهز دماغه وقال لي بتردد: خير يا جمال، ايه اللي جابك الساعة دي؟ هزيت دماغي، هربت بعيني من عينيه وقلت له: جوز امي طردني من البيت يا بابا. وبرق ابويا، بلع ريقه بصعوبة، لون وشه اتغير، اكيد فهم انا عاوز ايه، وعرف انا جاي عشان ليه. جاي عشان اقعد عنده بعد ما جوز امي طردني. اتنفضت انا وابويا وبطلنا كلام، وهي صفية جاية علينا، بعدنا عن بعض انا وبابا. لقيناها ماسكة صينية الشاي، حطت الشاي قدامنا، ميلت قدام عينينا، اترجرج لحم صدرها واتدلدق من فتحة الجلابية، وبصت لابويا بقرف وقالت: الشاي في خدمة تانية؟ هز ابويا دماغه، طبطب عليا وقال وهو حاسس بالاحراج: ده جمال ابني جاي يقعد عندنا يومين. برقت صفية، رفعت حواجبها الرفيعة وقالت: لا والله، يشرف وينور. واتشنكت صفية، مشيت من قدامنا بكل عصبية. وبرقت وانا شايف ابويا بيبص في الارض، ومرات ابويا صفية ماشية قدامنا بكل غضب وهي بتقول: ما هو ده اللي ناقص. بصيت على الهدوم الداخلية بتاعت صفية اللي واضحة من تحت القميص الشفاف، ما كنتش عارف اعمل ايه، بس ما كانش عندي بديل تاني غير اني اقعد عند ابويا. واتنهدت بحزن وانا حاسس ان ابويا خايف وزعلان، ونفخت وانا بقول: يا ترى الايام الجاية مخبية ايه؟ مخبية ايه يا ترى؟ ابويا عايش في البيت مكسور بسببي. مراته صفية مسيطرة عليه بشكل رهيب، بيخاف منها وما بيقدرش يرد عليها. اما صفية فهي مش طيقاني في البيت، بتبصلي نظرات كلها كره واحتقار وغضب. سمعتها في ليلة بتقول لابويا: هو ابنك ده مش هيمشي من هنا بقى؟ ده مقيد حركتي ولا عارف اقلع ولا البس. هز ابويا دماغه وقال لها: خدي راحتك يا صفية، ده عيل صغير. وضحكت صفية، ضحكت ضحكة ميعة وقالت له: عيل؟ عيل ايه ده اطول منك. ما كنتش بحاول اضايق صفية باي طريقة، كنت قاعد في ركن من البيت ما بتحركش منه وما بتكلمش. مش عارف انا مقيد حركتها في ايه، دي بتلبس عريان ليل نهار ومش عاملالي اي اعتبار. لحد ما جه يوم منساش اللي حصل فيه، لما كان ابويا في الشغل وسمعت صفية بتنادي عليا وهي بتقول: يا جمال، يا جمال. واتعدلت في مكاني، مشيت ورا مصدر الصوت، لقيته جاي من الحمام. وسعت عينيا، برقت وانا شايف دراع صفية العريان ممدود من الباب، وصفية بتقول: ناولني يا اخويا الفوطة اصلي نسيتها. صفية كانت بتستحمى ونسيت الفوطة، وبكل بجاحة عاوزاني اناولها لها. ودخلت اوضة نوم صفية لأول مرة ولقيت الفوطة قدامي،
وجنبيها ملابس داخلية حريمي سودة. مسكت الفوطة وناولتها لصفية، أخدتها مني بإيديها العريانة وهي بتقولي: لا مؤاخذة يا جمال، ناولني حتتين الهدوم اللي كانوا جنب الفوطة. وبلعت ريقي بصعوبة. رجعت مسكت الهدوم الداخلية من على السرير وناولتهم لصفية، أخدتهم مني وقفلت الباب عليها عشان تلبسهم وهي بتقول: تسلم لي يا أخويا. واتنهدت ورجعت تاني للركن اللي كنت قاعد فيه. منساش الموقف ده أبدا، ولا انسى المرقعة بتاعتها وقلة القيمة اللي كانت فيها واللي بتعمله صفية ده كله. إنسانة ما عندهاش أي أدب أو أخلاق، ولا بتعمل اعتبار لحد، ماشية عريانة في الشقة ليل نهار. وقلت لنفسي وأنا بلمح صفية طالعة من الحمام وبتاع فوطة على راسها: أنا مش عارف إيه اللي رمى أبويا الرمية دي. واتنهدت وأنا بقول: يا خسارتك يا بابا، يا خسارتك. بعد شوية سمعت خبط على الباب. مشيت صفية ناحية الباب وهي بتقول بصوت عالي: أيوة حاضر جاية. ودق قلبي لما لمحت صفية بتفتح الباب، وفجأة ظهر شاب اسمراني طويل عريض وبشنب. واترعشت صفية، بصت حواليها وقالت بصوت واطي كنت سامعه كويس: شفيق، ايه اللي جابك دلوقتي؟ برقت بعينيا وقلبي غاص في رجليا لما لقيت الشاب الاسمراني بيمد ايده ناحية صفية، ناحية صدرها. برقت بعينيا ودق قلبي بعنف لما اترعشت صفية وبصت حواليها. بصت اكتر وزقت ايدين شفيق بعيد عنها وقالت: خلي بالك ابن جوزي موجود معايا. اتنهد شفيق بغضب، بص يمين وشمال وقال: وده جالنا من اي داهية ده؟ بصت صفية حواليها تاني، طبطبت على شفيق وقالت له: روح دلوقتي يا شفيق، روح وانا هبقى اكلمك. بص شفيق بغضب، اكل جسم صفية بعينيه وقال لها: امتى بس يا صفية؟ انت وحشاني يا بت، وحشاني قوي. بلعت صفية ريقها بصعوبة وقالت له: بكرة بعد ما ينزل جوزي الشغل هوزع الواد اللي جوه ده عندي في اي داهية وهبعت لك على طول. مد شفيق ايديه، مسك صفية من جسمها وقال: ماشي يا صفية. ومشي شفيق وقفلت صفية الباب واترعشت. اتزلزل كل كياني وانا بقول لنفسي: معقول يا بابا؟ معقول مراتك بتخونك مع البلطجي ده؟ واتنهدت بكل غضب وانا بقول: يا خسارة يا بابا، يا خسارة. تاني يوم الصبح صفية فضلت رايحة جاية قدام عينيا بقميصها العريان وهدومها الداخلية اللي باينة من تحت هدومها الشفافة. كانت واضحة انها عاوزة تقولي حاجة. اتنحنحت صفية، ميلت عليا بجسمها الفاير وقالت لي: انا عاوزة منك خدمة يا سي جمال. هزيت دماغي، بصيت لها وقلت لها: أؤمريني يا طنط صفية. قعدت صفية جنبي، اتنحنحت وقالت: عاوزك يا اخويا توصل لي شوية حاجات لاختي اللي ساكنة في سيدي بشر. هزيت دماغي، بصيت في الارض وقلت لها: اللي انت عاوزاه يا طنط انا تحت امرك. بانت الفرحة في عينيها، قامت حضرت شنطة كبيرة وبعد شوية جت ناحيتي ناولتني الشنطة وقالت: خد يا اخويا. وناولتني ورقة في ايديها كانت ماسكاها وقالت لي: العنوان بتاع اختي في الورقة دي. واخدت الكيس في ايديا وحطيت الورقة اللي فيها العنوان في جيبي وهزيت دماغي وقلت لها: حاضر يا طنط، حاضر. ومشيت قدامها ونزلت من باب الشقة وطبطبت صفية عليا وانا ماشي وقالت: على مهلك يا جمال، على اقل من مهلك. وهزيت دماغي ونزلت السلالم. انا فاهم كويس ان صفية مرات ابويا بتعمل كده ليه. صفية بتوزعني عشان الواد اللي اسمه شفيق يطلع لها، عشان تخون ابويا معاه. صفية هتخون ابويا مع راجل غريب في بيته وعلى سريره. واتنهدت وانا خارج من البيت لما لمحت شفيق واقف قصاد البيت. دق قلبي بعنف وبرقت وانا شايف شفيق واقف على القهوة اللي قصاد البيت ومبرق وبيبص عليا بكل لهفة. ومشيت على رجليا، مشيت لأول الشارع وحسيت بالانهيار وانا شايف الواد شفيق داخل من باب بيتنا طالع لصفية، طالع عشان ينتهك عرض ابويا ويدنس شرفه
ونزلت الدموع من عينيا وانا بقول لنفسي يا خسارة يا بابا، يا خسارة. لما رجعت بالليل لقيت ابويا جه من الشغل بيضحك ويهزر مع صفية، وصفية كمان معنوياتها عالية وبتضحك ولا في دماغها ولا كأنها لسه خاينة ابويا النهاردة. صفية اتحسنت معاملتها معايا بعد اللي حصل، وبقت كل يوم والتاني تبعتني مشوار شكل توزعني يعني عشان الواد شفيق يطلع ينهشها بسنانه وينهش عرض ابويا. وكنت كل ما انزل على السلم وانا بقضي مشوار من مشاوير صفية الاقي الواد شفيق واقف قدام البيت زي الديب الجعان مستنيني امشي عشان يطلع لصفية. يوم ورا يوم والعذاب بيزيد جوايا. صعبان عليا ابويا قوي، لازم اوعيه وافهمه، لازم اعرفه مراته بتعمل ايه من وراه، لازم اعرفه ان مراته بتخونه وبتلوث شرفه وبتبيع عرضه مع الواد الحسالة اللي اسمه شفيق. وفي يوم وزعتني صفية كالعادة، بعتتني مشوار من مشاورها، ولكن المرة دي بعد ما نزلت ولقيت شفيق مستني قدام الباب، ومشيت لأول الشارع وهناك ما مشيتش ولمحت شفيق بيدخل جوه البيت طالع لصفية كالعادة، ورجعت وانا النار قايدة في كل كياني، نار الغضب والرغبة في الانتقام. وبصيت حواليا وفكرت ومديت ايديا وطلعت المفتاح من جيبي وفتحت الباب ودخلت، اتسحبت على رجليا ومشيت ناحية أوضة نوم صفية، وحسيت بروحي بتروح لما لقيت صفية ومعاها شفيق في أقذر مشهد ممكن حد يتخيله. شفت بعناية شفيق وهو بينتهك عرض أبويا وبيبعتر شرفه في التراب، وشافوني صفية وشفيق شافوني. اتعدل شفيق من على صفية ومسك هدومه وطلع يجري، وبصت لي صفية، بصت لي بصة كلها غضب وانكسار، وهزت دماغها وما اتكلمتش أبدا. اترجتني صفية إني ما أقولش لأبويا حاجة، وقالت لي إنها زلة شيطان ومش هتتكرر، وقالت لي إن كلها شهر ولا 2 وهتخلي أبويا يطلقها وهتمشي من غير كلام ولا فضايح. وطبطبت عليا صفية وقالت لي استر عليا يا جمال يا أخويا، أنت زي ابني، استر عليا. كنت عارف إن دي خطة شيطانية من صفية عشان تسكتني وتضيع عليا فرصة فضيحتها قدام أبويا، عشان كده ما أخدتش بكلامها. وأول ما جه أبويا بالليل قلت له أنا عاوزك يا بابا في موضوع، وبصيت في الأرض وأنا بقول له الواد شفيق بيطلع عند صفية مراتك، وصفية بتخونك معاه وبتلوث شرفك. واتزلزل بابا، اترعش، اتغير لون وشه وبانت عليه الصدمة، وقام بابا من مكانه اتحرك زي المجنون ودخل على صفية أوضتها. وسمعت بابا بيقول قال قوليلي يا صفية، هو الواد شفيق بيدخل بيتي من ورايا؟ ورفعت صفية حواجبها قالت بكل استهزاء ايه الكلام الفارغ ده اللي انت بتقوله يا راجل، انا اعمل كده؟ اتهز بابا، بص لصفية بغضب وقال لها ابني جمال شافكوا بعينيه. وشهقت صفية، ضربت على صدرها وقالت ابنك جمال؟ قولوا كده بقى، دي خطة عاملها الواد ده مع امه عشان تيجي وتخرب عليا. الواد ده امه بعتاه عشان يخرب علينا ويخليك تطلقني يا ابو جمال. وغص قلبي في رجلي، اتزلزل كياني لما لمحت الضعف في صوت بابا، زي ما يكون صدق كلامها وهو بيطاطي براسه وبيقول معقول جمال يعمل كده؟ وبرقت بعينيا، دق قلبي بعنف لما لمحت الشك في عينين بابا بيشك في كلامي. ولقيت صفية بتصرخ بصوت عالي وهي بتقول من النهاردة أنا يا الواد ده في البيت يا أبو جمال، طليقتك بعت ابنها عشان يخرب عليا ويلوث شرفي ويدعي عليا بالكذب، الواد ده ما يقعدش معايا تاني. وبرقت وانا شايف صفية قايمة تجيب شنطة وتلم هدومها، ولمحت الضعف في عينين بابا، لمحته بيقرب من صفية اللي كانت بتعيط والدموع مالية عينيها وبتقول ربنا على المفتري، هي دي اخرتها طليقتك تبعت ابنها يتهمني في شرفي وعرضي؟ وترعش بابا، هز دماغه وهو بيقرب من صفية وطبطب عليها وقال بضعف استهدي بالله يا صفية، ما حصلش حاجة، رجعي هدومك للدولاب. وصرخت صفية وقالت بعلو صوتها الواد ده يمشي من هنا،
يا اما انا مش قاعدلك في البيت وتبعت لي ورقه طلاقي، فاهم ولا لا؟ واتهز ابويا، وسعت عينيا لما لقيت ابويا جاي ناحيتي، بصلي بكل تردد، طاطا راسه وقال لي بكل انكسار: انت تروح تقعد عند امك يا جمال، اليومين دول احسن لك، احسن لك واحسن لي يا ابني. واتحركت زي ما اكون مخبوط على دماغي، كنت حاسس الدنيا كلها بتلف من حواليا. لميت هدومي، حطيتها في الشنطه بتاعتي، وحطيت الشنطه على كتافي. لمحت نظره شماته في عينين صفيه وانا ماشي، وهي قاعده قصادي بقميص نومها العريان. ومشيت ناحيه باب الشقه، ولقيت ابويا جاي ورايا، طبطب على كتفي وقال: خلي بالك من نفسك يا جمال، خلي بالك من نفسك يا ابني. وهزيت دماغي ونزلت على السلالم. ما كنتش عارف نفسي جاي منين ولا رايح فين. كل اللي كنت حاسه اني مش عاوز اتكلم، ولا قادر اتكلم، ولا قادر حتى افكر. كنت ماشي وبس، ماشي ومش عارف ايه هو طريقي، مش عارف طريقي ابدا ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.